of letters. rules of letters يعني قواعد الحروف. هنشرح بقى حرف السي. نبدأ بحرف السي. حرف السي طبعا ده يا جماعة يعني الكثير من الأشخاص وأيضا من الطلاب يعلمون أن حرف السي عندما ينطق سين وينطق كاف. إذن حرف السي الأصوات بتاعته كله عارف إنه له صوت سين، له صوت سين، وله صوت كاف. ولكن الكثير لا يعلم أن حرف السي أيضا له صوت ثالث، له صوت ثالث وهو صوت الشين. يبقى إذن حرف السي له ثلاثة أصوات: صوت السي، السين، وصوت الكاف، وصوت الشين. طبعا كتير جدا بيعرفوا صوت السين وصوت الكاف، ولكن بعض الأشخاص الكثيرون لا يعلمون أو لا يدركون أيضا أنه ينطق شين. هشرح طبعا لحضراتكم بالتفصيل حرف السي. حرف السي متى ينطق سين؟ متى ينطق سين؟ بكل بساطة حرف السي ينطق سين إذا جاء بعده ثلاثة حروف، وهم حرف الإي، وحرف الآي، وحرف الواي. إذن نستنتج أن حرف السي ينطق سين إذا جاء بعده ثلاثة حروف only، يعني فقط. كلمة only يعني فقط أو بس. الثلاثة حروف هم حرف الإي وحرف الآي وحرف الواي. For example، على سبيل المثال. For example يعني على سبيل المثال. For example. For example. For example يعني على سبيل المثال. هناخد مثال على حرف الإي. مثال على حرف الإي عندنا كلمة رايس. رايس، رايس بمعنى أرز أو الرز. نلاحظ أن حرف السي هنا أخذ صوت السين، أخذ صوت السين. وحرف الآر لما نيجي نحوله إلى الحروف العربية هنلاقي إنه بياخد حرف الراء، وحرف الآي بياخد الياء، وحرف السي أخد سين. لماذا؟ لأنه جاء بعد منه حرف من ضمن الثلاثة حروف وهو حرف الإي. بينما حرف الإي هنا يكتب ولا ينطق. طيب لماذا؟ طبعا لسه هشرح لكم قاعدة الإي. حرف الإي طبعا لسه هشرحه إن شاء الله لحضراتكم. حرف الإي طبعا إذا جاء في آخر حرف الكلمة يكتب ولا ينطق. إذن كلمة رايس بمعنى أرز. مثال آخر كلمة سيلينج. سيلينج كلمة سيلينج. كلمة سيلينج بمعنى سقف. يبقى السقف اسمه سيلينج. لما نيجي نحولها إلى اللغة العربية إلى حروف، حرف السي نلاحظ هنا أخذ صوت السين، أخذ صوت السين.
لماذا؟ لأنه جاء بعد منه حرف الإي، وحرف الإي من ضمن الثلاثة حروف. حرف الإي هنا لما نيجي نحوله إلى حروف بياخد حرف الياء، لأنه حرف الإي من ضمن القاعدة بتاعته اللي أنا لسه إن شاء الله أشرحها لكم، إذا جاء ثاني أو ثالث أو رابع حرف في الكلمة بينطق ياء. وحرف الآي المفروض إن هو القاعدة بتاعته إذا جاء ثاني أو ثالث حرف في الكلمة بينطق ياء، ولكن هنا حرف الياء الأولاني هو الذي ينطق، بينما حرف الياء الثاني لا ينطق نهائي. لماذا؟ لأنه في حالة وجود حرفين متشابهين، القاعدة تقول في حالة وجود حرفين متشابهين ينطق الأول والثاني لا ينطق نهائي. طبعا دي قاعدة ثابتة. حرف ال بياخد لام، واضح جدا من الصوت، لام. حرف الاي بياخد ياء. حرف الان بياخد صوت النون. حرف الجي بياخد صوت الجيم. عشان كده احنا قلنا السقف اسمه سيلينج. نلاحظ ان حرف الياء هنا اتكررت ولكن نطقت. لماذا؟ لان طبعا في فاصل بينهما اللي هو حرف ال، بينما حرف الياء وحرف الياء الثاني نلاحظ نطق الأول والثاني لا ينطق عشان الاتنين جم مع بعض مباشر. ولكن إذا كان في يوجد حرف يفرق ما بينهما فإن في هذه الحالة نلاحظ أن الياء نطقت. كده احنا خدنا مثال على حرف الإي. هناخد بقى مثال إن شاء الله على حرف الآي. مثال على حرف الآي، عندنا كلمة city. نلاحظ ان حرف السي اخذ صوت سين. لماذا؟ لانه جاء بعد منه حرف الاي، وحرف الاي من ضمن الثلاثة حروف. وحرف الاي بياخذ ياء، وحرف التي بياخد تاء، وطبعا واضح جدا تي بياخد تاء، وحرف الواي بياخد ياء اللي هي ما يسمى بالياء الوزة. سيتي بمعنى مدينة. سيتي بمعنى مدينة. سيتي بمعنى مدينة. طبعا دلوقتي أنا أقول طبعا information معلومة. information معلومة. طبعا هي just information، هي مجرد معلومة. just information. just information، just يعني مجرد. information معلومة. يبقى إذن just مجرد، information يعني معلومة. طبعا هي مجرد معلومة، هي خارج الشرح. هي خارج الشرح، يعني المعلومة اللي أنا دلوقتي أقولها هي خارج الشرح، ليس لها علاقة بقاعدة حرف السي. هي مجرد معلومة مش أكتر. هنلاحظ أن كلمة سيتي هي بمعنى مدينة، وعندنا كلمة أخرى اسمها تاون. تاون أيضا هي بمعنى مدينة، ولكن يوجد اختلاف كبير جدا بين تاون وبين سيتي. سيتي مدينة كبيرة، بينما تاون هي مدينة صغيرة. يبقى إذن زي ما قلت لحضراتكم الفارق بين تاون وبين سيتي أن سيتي مدينة كبيرة بينما تاون مدينة صغيرة. كده احنا خدنا مثال على حرف الإي وحرف الآي. ناخد بقى مثال على حرف الواي. مثال على حرف الواي، عندنا مثلا كلمة
bicycle 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 يعني دراجة bicycle يعني دراجة. ما لما نحول إلى الحروف إلى اللغة العربية، حرف البي بياخد الباء، وحرف الاي بياخد الياء، وحرف السي هياخد صوت السين. لماذا؟ لأنه جاء بعد منه حرف الواي، وحرف الواي من ضمن الثلاثة حروف، وحرف الواي بياخد ياء. ونلاحظ هنا أن حرف السي هياخد كاف. طيب لماذا؟ لأنه حرف السي ينطق سين لو جه بعده حرف، يوجد إذا جاء بعد منه حرف من ضمن الثلاثة حروف اللي هو حرف الإي وحرف الآي وحرف الواي. بينما ينطق كاف إذا لم يأتي بعد منه، ينطق كاف إذا لم يأتي بعد منه أو ما جاش بعد منه الإي أو الآي أو الواي. ولذلك هنا حرف السي جاء بعد منه حرف ال، وحرف ال مش من ضمن الثلاثة حروف اللي هم الاي والاي والواي، ولذلك نطق كاف. حرف ال هياخد لام، وحرف الاي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انه حرف الاي اذا جاء في اخر حرف الكلمة يكتب ولكنه لا ينطق. طبعا لسه هشرحه ان شاء الله لحضراتكم في محاضرة قادمة بإذن الله. إذن حرف السي ينطق سين إذا جاء بعد منه حرف من ضمن الثلاثة حروف الإي أو الآي أو الواي، وينطق كاف إذا لم يأتي بعد منه لو ما جاش. ناخد مثال. يبقى طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده باسكل يعني دراجة. طيب دي مجرد just information خارج الشرح. هذه الكلمة هي just information خارج الشرح. خارج الشرح. عندنا كلمة اسمها بايك. بايك يعني دراجة. بايك يعني دراجة. لما نيجي نحولها إلى الحروف، البي تاخد الباء، الاي تاخد الياء، حرف الكي بياخد الكاف، وحرف الاي سايلنت. أصبحت بايك يعني دراجة. ما الفرق بين باسكل وبين بايك؟ يوجد هناك ديفرنس، اختلاف كبير جدا. كلمة بايك يعني دراجة كبيرة، بينما بايك دراجة صغيرة. يبقى إذن هو ده وجه الاختلاف بين بايك وبين باسكل. يبقى إذن باسكل بمعنى دراجة كبيرة، وبايك بمعنى دراجة صغيرة. إذن لو احنا عندنا child، لو في عندنا child طفل. هذا الطفل he's old يعني عمره 5 years. 5 يعني 5 years سنوات، عنده 5 سنوات. طبعا هذه الكلمة اسمها 5 لأن في كتير جدا مع الأسف بينطقوها غلط، بيقولوا عليها 5. لا، هي الخمسة اسمها 5 وليست 5، مش بالاف، لا هي بالفي، اسمها 5 years يعني سنوات. طبعا احنا عندنا year، كلمة year يعني سنة، ولكن تم إضافة حرف الاس عشان الكلمة اللي قبلها بتشير إلى البلورال، إلى الجمع، عشان كده أضفنا حرف الاس فأصبحت 5 years. ما ينفعش أقول 5 year، ما ينفعش طبعا، لا يجوز. إمتى يجوز؟ لما أقول 1 year. 1 year سنة. يبقى إذا نقول مثلا he's old، عمره
1 year. He's old عمره 5 year. لا خطأ طبعا، عشان 5 بتشير إلى الجمع، يبقى 5 years 5 سنوات. فإذا لو عندنا طفل عنده 5 سنوات، يا ترى هذا الطفل هيركب باسكل ولا هيركب بايك؟ هذا الطفل هيركب باسكل ولا هيركب بايك؟ هذا الطفل المفروض ان هو بيركب بايك. يبقى اذا لما اقول مثلا this child، this يعني هذا child، هذا الطفل rides، this child ride يعني يركب، طبعا كلمة ride طبعا ده verb. يا ترى هذه الجملة صحيحة؟ طبعا الجملة mistake خطأ، لأن المفروض أضيف حرف الاس، يبقى rides. ولماذا تم إضافة حرف الاس؟ لأن القاعدة تقول لابد من إضافة حرف الاس للفعل مع السنجلر المفرد، وكلمة child بتشير إلى المفرد، عشان كده أضفت حرف الاس. طبعا ان شاء الله انا هشرح لكم القاعده المتعلقه بهذا الشأن، وهي الموجوده في زمن اسمه البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. وطبعا هذا الزمن ده مهم جدا 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 جدا. طبعا ان شاء الله باذن الله لسه هشرحه لحضراتكم فيما بعد، بس احنا ما نكونش هستي، ما نستعجلش بس. يبقى اذا عندنا this child، هذا الطفل rides يركب. طب يا ترى بيركب ايه؟ يا ترى بيركب الباسكل ولا بيركب البايك؟ اذا الاجابه الصحيحه بايك، بيركب دراجه. طب لماذا؟ لان طبعا هو الطفل عنده 5 سنوات، فاستحاله طبعا انه يركب دراجه كبيره. طيب هناخد مثال على متى حرف السي ينطق كاف. حرف السي ينطق كاف إذا لم يأتي بعد منه، أو لو ما جاش بعد منه 3 حروف اللي أنا ذكرتهم من قبل، اللي هو حرف الإي وحرف الآي وحرف الواي. ناخد مثال كار. ألاحظ إن حرف السي أخد كاف، وحرف الإي أخد ألف، وحرف الآر أخد راء. يبقى إذا حرف الآر خد راء، وحرف الإي أخد ألف، وحرف السي أخد كاف. إذا حرف السي أخد كاف لماذا؟ لأنه جاء بعد منه حرف الإي، وحرف الإي مش من ضمن ال3 حروف. مثال آخر كلاس. يعني فصل، يبقى الفصل اسمه كلاس. يلا نحول الى الحروف اللغه العربيه. السي هياخد كاف لماذا؟ عشان جاء بعد منه حرف ال، وحرف ال مش من ضمن ال3 حروف الثلاثه. حرف ال لام، وحرف الاي الف، وحرف الاس المفروض ان هو بياخد س، وحرف الاس المفروض ان هو بياخد س، ولكن حرف السي الاولاني ينطق، ولكن حرف السي الثاني لا ينطق. لماذا؟ كما قلت لحضراتكم من حوالي ما يقرب من دقيقة، قلت لحضراتكم أن حرف السي أن في حالة القاعدة تقول في حالة وجود حرفين متشابهين ينطق الأول والثاني لا ينطق. إذن الفصل اسمه كلاس. آخر حاجة حرف السي متى يأخذ صوت الشين؟ امتى بياخد صوت الشين، او امتى ينطق شين؟ قالك في الحقيقة حرف السي ينطق شين، والكثير من الاشخاص لا يدركون متى حرف السي ينطق شين. حرف السي ينطق شين بكل بساطة إذا جاء بعد منه حرفين متحركين من الحروف ال5 المتحركة. يبقى حرف السي ينطق شين إذا جاء بعده حرفين متحركين
من الحروف المتحركة، حيث أن الحروف المتحركة هم عندنا حرف ال A، حرف ال E، حرف ال I، حرف ال O، حرف ال U. كده كابيتال، ناخد سمول. طبعا حرف ال A لو هذا الشكل أو ممكن هذا الشكل اللي هي جبل. حرف ال E هذا الشكل، حرف ال I واحد على نقطة، حرف ال O بنصغره، حرف ال U بنصغره. إذا لابد من حفظ أو نفهم الأول بعد كده نحفظ كويس جدا. زي اسمنا الحروف في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى نوعين. الحروف في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى نوعين. letters يعني الحروف. وكلمة letters أيضا لها معنى آخر، وهي الخطابات أو الجوابات، لأن كلمة letter لوحدها بمعنى حرف أو خطاب. طبعا أضفت حرف الاس بتشير إلى الجمع، يبقى كلمة letters بمعنى الحروف وأيضا بمعنى الخطابات أو الجوابات. ولكن هنا احنا هناخد المعنى بتاع الحروف عشان احنا بنشرح الحروف. إذا الحروف في اللغة الإنجليزية divided to divided يعني تنقسم. تنقسم to kindness. تنقسم to kindness إلى نوعين. اثنين kindness بمعنى kind لوحدها بمعنى طيب أو عطوف أو نوع، ولكن هنا تم إضافة حرف الاس لأن اللي قبلها كلمة بتشير إلى بلودر إلى الجمع، عشان كده أضفت حرف الاس فأصبحت تو كايندنس إلى نوعين. النوع الأول حاجة اسمها consonant يعني حروف ساكنة، أو طبعا ممكن أقول إنه في حاجة اسمها vowel letters vowel متحركة letters حروف. يبقى النوع الأول حاجة اسمها vowel letters، والحروف المتحركة كما ذكرت لحضراتكم من قبل هم طبعا 5: ال A وال E وال I وال O وال U. يبقى إذا الفاول letters الحروف المتحركة حرف ال E أو ال E وحرف ال I وحرف ال O وال U وال A. طبعا انا لما اجي اقولهم مش لازم بالترتيب، لما اجي اقولهم مش لازم، المهم ان انا احفظهم فقط لا غير، ده مطلوب مني. طب النوع الثاني بقى حاجه اسمها consonant letters. consonant يعني ساكنه. وما هي الحروف الساكنه؟ الحروف الساكنه هي كل الحروف ما عدا الحروف المتحركه اللي هم ال5 اللي انا ذكرتهم لحضراتكم. إذا حرف السي ينطق شين متى؟ إذا جاء بعد منه حرفين متحركين. على سبيل المثال عندنا كلمة ocean يعني محيط. يعني محيط. هنلاحظ حرف السي هنا أخذ شين. لماذا؟ لأن جاء بعد منه حرفين متحركين، والإي من ضمن الحروف المتحركة. والاي طبعا بتاخد ياء، والاي بتاخد الف، والان بتاخد نون، والاو بتاخد نفسها. طبعا لسه هشرح لكم ان شاء الله قاعده حرف الاو في محاضره اخرى. يبقى حرف الاو بياخد ocean يعني محيط. مثال اخر كلمه artificial او كلمه musician. الله أن حرف السي هنا أخذ شين. لماذا؟ لأن جاء بعد منه حرف الآي وحرف الإي. وطبعا الإم بتاخد ميم، واليو بتاخد يو، والإس بتاخد زين. لماذا؟ لأنه طبعا حرف الإس بتاخد زين إذا
وقعت بين حرفين متحركين وهو حرف اليو وحرف الاي. حرف الاس تنطق زين إذا وقعت أو إذا جاءت وسط حرفين متحركين. لاحظ حرف اليو حرف متحرك، هنلاحظ حرف الاي حرف متحرك، إذا أصبحت ميوزيشن. وطبعا الاي تاخد ياء، وحرف الاي بياخد ألف، والإن بياخد نون، أصبحت ميوزيشن يعني موسيقار أو ملحن أو موسيقار.